يوسف النصيري والرابع، يوسف النصيري والرابع علشان يعرفنا ان المغرب بيفوز على ارضه 4 وبيفوز خارج ارضه 4. المنتخب الجابوني لا حول ولا قوة بياخد من المنتخب المغربي 8 رايح جاي. قدرنا نتصرف هذه المقابلة اللي ما كانتش سهلة بالنسبة لينا، اللي غادي تخلينا ان شاء الله نخدموا في اريحية المقابلة الجاية. كنبغي نشكر اللاعبين على هذه الروح القتالية اللي عندهم، والحمد لله ما علينا غير نكملوا ان شاء الله ونزيدوا في الخدمه ان شاء الله باش نكونوا حسن الجمهور المغربي كامل ان شاء الله. الصحافة العالمية تتغنى بفوز المغرب الكبير الغابون وتألق دياز. وفي التفاصيل أطر فوز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره الغابوني بنتيجة ساحقة 5-1 في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أفريقيا 2025. إعجاب وسائل الإعلام العالمية التي أشادت بأداء القوي لأسود أطلس وتألق النجم ريال مدريد إبراهيم دياز. وقد سلطت الصحافة الفرنسية والإسبانية الضوء بشكل كبير وخاص على الحدث الرياضي الهام. فالموقع فوت ميركاتو الفرنسي مثلا أشار إلى أن المنتخب المغربي رغم تأهله التلقائي لنهائيات كأس أفريقيا كبلد المضيف يواصل تقديم عروض قوية وكأنه يريد تأكيد هيمنته على الساحة الكروية الإفريقية. أما الصحافة الإسبانية فركزت تألق اللاعب المغربي إبراهيم دياز الذي يعتبر أحد نجوم فريق ريال مدريد. فقد اختار صحيفة ماركا الإسبانية تسليط الضوء على أداء المميز مشيرة إلى أنه سجل هدفين في الشوط الأول من المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 62. كما أثنت الصحافة أصل إسبانيا على أداء دياز واصفة إياه بأن القوة الدافعة وراء فوز المغرب الكبير. وأكدت الصحيفة أن المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي يواصل تألقه وسيطرته على الساحة الكروية الإفريقية. يشير هذا التغطية الإعلامي الواسع إلى أهمية الكبيرة التي يحظى بها المنتخب المغربي كرة القدم على الصعيد الدولي وتؤكد مكانته كواحد من أبرز منتخبات في القارة الإفريقية. Ce que je fais, c'est une licence de mathématiques. Comme j'ai dit, c'est pour bonifier mon temps libre et parce que ça fait aussi partie de comment j'ai été éduqué avec mes parents, ma famille, mon entourage. Je dirais pas qu'il me faut ça, mais je pense que ça m'apporte quelque chose parce que quand tu fais des études aussi à côté, ça te permet de garder ton esprit éveillé. Et on sait qu'aujourd'hui, avec le football moderne, et bah, la tactique, c'est très important. Non, il y a d'autres joueurs. Au niveau professionnel, je sais pas, mais je sais qu'au centre de formation, il y en a même qui sont dans l'équipe réserve qui aussi continuent leurs études. وجه صهيب الدريوش رسالة مباشرة للمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي حيث طالبه فيها بضرورة إقحام اللاعب إسماعيل السيباري في التشكيل الأساسي لأسود أطلس وعدم تركه على دكة البدلاء. وقال اللاعب على خاصة ستوري بحساب رسمي انستغرام: لا تترك على دكة الاحتياط. هذا وتمكن إسماعيل السيباري من تسجيل هدف عالمي أمس في مباراة المنتخب المغربي ونظيره الغابوني. إبراهيم دياز يخلق الحدث بالغابون بلقطة استثنائية. في التفاصيل شهدت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الغابوني لحظة استثنائية تجاوزت نطاق اللعبة لتصل إلى أعماق القيم الإنسانية. ففي خضم المعركة الكروية برز النجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز بلمسة إنسانية ساحرة أذهلت الجماهير وخلقت لحظة لا تنسى في تاريخ كرة القدم الإفريقية. بدأ المشهد بتدخل قوي من أحد اللاعبي المنتخب الغابوني على النجم ريال مدريد أسقطه أرضا، ولكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئا حيث بادر اللاعب الغابوني باعتذار خصمه في لقطة تعكس الروح الرياضية النبيلة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد بادر إبراهيم دياز اللاعب الغابوني العناق في مشهد مؤثر أظهر مدى احترامه لخصمه. ولكن المفاجأة الأكبر كانت عندما تدخل الحكم ليفصل بين اللاعبين مما أفسد أجواء الصلح التي سيطرت على الملعب. في هذه اللحظة تدخل إبراهيم دياز بطريقة غير متوقعة حيث طلب من الحكم تراجع عن قراره وعدم إشهار بطاقة الصفراء في خطوة تعكس نبل أخلاقه ورغبته في الحفاظ على الروح الرياضية. هذا التصرف النبيل من لاعب أثار إعجاب الجماهير الحاضرة في الملعب التي وقفت احتراما لهذا اللاعب الشاب الذي أثبت أنه ليس بمجرد نجم كرة القدم بل نموذج يحتذى به في الأخلاق والروح الرياضية.
اختتم المنتخب المغربي لمواليد سنة 2000 فما فوق تحضيراته لمواجهة منتخب الكوت ديفوار يوم الغد الأحد بمدينة أبيجان استعدادا للاستحقاقات القادمة أبرزها بطولة أفريقيا للاعبين المحليين تنزانيا أوغندا كينيا 2025. وخاضت كاتبات مغربية آخر حصة تدريبية يوم السبت بحضور كافة اللاعبين المنادى عليهم، والذي بلغ عددهم 27 يمارسون في أدي البطولة الاحترافية القسم الأول. وكان الناخب طارق سكيتوي قد أشرف على الحصص التدريبية الأولى في المغرب يوم الاثنين الماضي قبل السفر لكوت ديفوار لاستكمال استعدادات. يشار إلى أن المنتخب المغربي المحليين تأهل تلقائيا إلى النسخة القادمة من بطولة أفريقيا المحليين التي سوف تجرى في تنزانيا وأوغندا وكينيا ما بين فاتح و 28 فبراير القادم.